انا هقول لك بمنتهى الصراحه، انا لما ببقى بقلب كده في الفيديوز او الريلز وتجيلي حاجه ليها علاقه التربيه الايجابيه، بكش، بتوتر. يعني يا اما بقلب على طول، مبقاش عايزه حد يقول لي ان انا وحشه. احساس ان انا متهمه في القفص، الدخله اللي بيدخلوها بتاعت الغلط والصح. انت المتهمه في القفص وبتتعاملي وحش، تعالي بقى اما اقعدك جنبي واعلمك المفروض تتعاملي ازاي. بتحسسني بهجوم بصراحه، ما بحبهاش. وساعات بسمع بس من جوايا بيبقى متحفز، اللي هو ايه بقى، قولي لي بقى هتعملي ايه في الاخر، او تعالي اقعدي مكان يوم وجربي اللي انا فيه وبعدين قولي لي. ساعات فعلا والله بتبقى بعضهم يعني افكار غير منطقيه، يعني هي بتقولها وانا متاكده انها ما عندهاش ولاد، مش ممكن. او عندها ولاد بس لما بتقفل الكاميرا بتعمل اللي هي عايزاهم والشبشب بيطير والحياه بتبوظ. طبعا ده مش كلهم، بس انا والله عشان ما بقاش بعمم، بس فعلا في بعض الناس اللي بيعملوه ده مش صح. يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، اوجه لهم كلمه. الناس دي اهم مبدأ في التربية او في التعامل، في الايموشنال انتليجنس اللي هو الذكاء العاطفي، هو ان لما يبقى قدامك حد تستوعبيه الاول وتتفهمي اللي هو فيه، acknowledge الفيلينجز ونرفلكت ونغير. مش هي دي المبادئ؟ طب انتوا ليه ما بتستخدموش المبادئ دي معانا؟ واحنا كمان بشر، يعني العيال لزاز بس احنا مش امنا الغولة. في الاخر انا ست مضغوطة محتاجة ان اللي بيسمعني اول حاجة يقولي انا حاسة بيكي ان الوضع ده صعب، تعالي نفكر ازاي نحله، وتقولي لي حلول عملية مش حلول من يوتوبيا. ساعات والله ببقى عايزة اقولها طب استني الم الرز المعجن في الارض الاول وبعدين افتكر التربية الايجابية عايزاني اتصرف ازاي في الموقف ده، عشان انا بجد خلاص مش قادرة. كفاية صح وغلط، علشان احنا مش عيال صغيرين. انتي بتكلمي حد كبير في السن، حد خلاص عدى عليه شوية خبرات كتير، مش معناه ان هو يعني اكتر واحد خبير في الكون، لا هو غلطان وهو من جواه شايل غلط وعارفه كتير. الام لما بتنصح لازم تبقى فاهمة ان كلنا عايشين بالجلد فيلينج ده بيلت ان. احساس الذنب ده شغال معانا 24 ساعة، الا قليلين جدا الحمد لله تعافوا او عندهم يعني بايعين القضية فعايشين براحتهم. انما احنا اوريدي بنلوم نفسنا كفاية ليا وليكي والبقيت كل مدربين التربية الايجابية. فخفي عليا وقوليلي بالراحة اعمل ايه من غير ما تبتدي لسوعة في الاول. لانه المجهود اللي احنا بنبذله في اننا نعاقب الامهات او نحسس الامهات ان هم حرام عليكم عيالكم، ده بيخلي الامهات في الاخر تلجأ للشبشب او ترد الرد التقليدي بتاع هو التربية الايجابية دي هي اللي بوظت اجيال، ده الشبشب هو اللي بيربي احسن. والحقيقة ده حاصل ليه؟ عشان 99% من الناس مش عارفة ان ايه تربية ايجابية. هم فاكرين ان دي التربية الحديثة، او فاهمين بالغلط انه سيبي ابنك يعمل كل حاجة وانتي اقعدي بالهبل. لا، هي التربية الايجابية معناها ان انا يبقى عندي شخصية، ومعناها ان انا ابقى فاهمة كويس قوي ان انا اللي بسوق العيال دي مش العيال هي اللي بتسوقني، بالرغم ان هم اللي بيسوقني في الاخر وكلنا عارفين. بس ابقى مرتبة افكاري، بحط المواضيع في حجمها الطبيعي مش بأفور. انت عارفة 3/4 مجهود التربية الحقيقي هو تربية لينا احنا. الحقيقة ان انا لو اعصابي هادية هيبقى عندي الطاقتان ان انا اقول له بطريقة تقومه، يعني قوم يا حبيبي اعمل الحاجة، ما بيعملش. لو انا اعصابي هادية هبقى عندي الاستعداد اقول له ما نتسابق مين اللي يقوم يعمل الحاجة. بس ازاي اعصابي تبقى هاديه وانا بعمل كل الحاجات دي في المطبخ وفي نفس الوقت برد على التليفون عشان السوبر ماركت اتاخر بالحاجات اللي بيعملها، وفي نفس الوقت ببعت ايميل عشان لازم يتبعت، وبعدين البنت الصغيره عملت ومحتاجه تغير في نفس الوقت، وبعدين دي بتتخانق مع اختها الكبيره فالدنيا ولعت. يعني يا ريت نصائح التربيه الايجابيه تبقى في نفس الكوكب اللي احنا عايشين فيه جوه البيت، في كوكب البيت مع ضغط البيت. وبعدين نصايح التربية لازم تبقى متوازنة، عارفة لازم يبقى على الأقل 30-40% منها للآباء. وأنا عارفة أنها مش هتجيب فيوز لأنه الآباء مش هيتفرجوا أصلا، بس هو لو بيساعدني شوية أو بيستوعبني بالليل وبيسمعني، أنا هيبقى عندي طاقة الصبح أقوم وأغير وأخلي الحياة وردي وجميلة. إنما إحنا في الزمن ده
الرجاله غصب عننا طبعا وعنهم مضغوطين في اشغالهم عشان الامور الماديه، فبقى صعب. اللي انا عايزه اقوله بالراحه شويه 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 علينا يا شيخه. احنا تعبانين ومحتاجين اي حد يسمعنا يطبطب علينا، يفهم اللي احنا بنحس بيه، يدينا افكار منطقيه وايجابيه طالما اسمها تربيه ايجابيه. تاني اقول من غير اللسوعه بتاعت اول الفيديو. وبرضو بكرر دي مش حاجة عند كل الناس، مش كل الناس بتعملها، في ناس محترمة جدا والواحد بيحب يسمعها جدا وبيستفيد منها جدا. والاحلى بقى ان احنا نقرا الكتب، بس انا عارفه ان ما بيبقاش عندنا الوقت، بس اللي بيقدر يقرا الكتب بيقدر يقراها قبل ما تترجم وهي بحقيقتها كده. فعلا بتفرق جدا، بتفرق جدا مع الولاد. وفي ناس جميله بتترجم كتب وبتقعد تلخص كتب. كل الاحوال حتى لو بتعملي غلطات مع ولادك، افهمي ان انتي بتحبي ولادك كويس قوي. افهمي ان انتي لو ما كنتيش في حياه ولادك كانت حياتهم اتأثرت سلبيا بشكل كبير جدا جدا. افهمي ان انتي كتلة حنان وطاقة كبيرة جدا طول الوقت متوجهة عشان تساعدهم وتحلم لهم وتسندهم، مش عشان تأذيهم. انا بعمل غلطة لازم اعد قدامها 10 حاجات صح. مش انتوا في التربية الإيجابية بتقولوا لنا لما تقول للولد على انتقاد لازم تقول له قدامه على 4 حاجات هو كويس فيها؟ طب ما تقولوا لنا احنا كمان على حاجات احنا كويسين فيها، ولا احنا يعني واقعين من قعر الرقبة؟ التربية الإيجابية دي ما بتجيش علينا.